أحداث كأس إفريقيا كانت كلها عامرة بالإنجازات والإثارة. برر المنتخب المغربي قوة ما يستهانش بها، حيث حقق إنجازات تاريخية اللي بهرت العالم. ومن جانب آخر نظمت القنصلية المغربية في بوردو احتفالات كبيرة جمعت شمل الجالية المغربية احتفالا بالانتصارات واحتفالا بروح الوحدة والانتماء. وتميزت الجالية المغربية في بوردو بالقدرة ديالها على جمع شملها، مما جعلها مثال كيتضرب به المثل بين باقي الجاليات الأخرى. يعكس هذا الحدث مدى الفخر والانتماء إلى الوطن العزيز، وظهر قوة الروابط بين المغرب ووليدته في المهجر. وبهذه المناسبة بغيت نوجه الشكر الجزيل والامتنان إلى السيدة القنصلة نزهة السهل على كل المجهودات وعلى الكرم ديالها وعلى الحضور ديالها في وسط الجالية، محظوظين بها في بوردو. وشكرا لمجموعتها المتضامنة والصاهرة والمتفاعلة مع الحدث ومع الجالية المغربية. ففعاليات كأس إفريقيا فعلا شفنا لحظات مميزة وفعلا كانت ممتعة، والحفل تميز بحسن الاستقبال والتنظيم والرقي، الصحة حاجة اللي كتعكس صورة بلادنا، وكما تحلت فيه روح الوطنية العميقة ومتانة الصداقة بين فرنسا والمغرب. القنصلية حرصت على تقديم جميع أنواع الالتفاتات والدعم للجالية المغربية، كان فيها أطفال، شباب، كبار، صغار، وجمعيات وحتى طلبة، شي حاجة اللي خلات الأجواء تكون عائلية كلها محبة وتضامن. ورغم أن المغرب ما حققش لقب كأس إفريقيا، فالروح الرياضية اللي كانت حاضرة كانت مثال كيتضرب به المثل. فما نساوش بأن المغرب عنده بزاف ديال المزايا وبزاف ديال الإنجازات العميقة المتألقة الراقية. وكأس إفريقيا كان بقى حاجة من شوية من الحوايج اللي حققتهم المملكة المغربية الشريفة على مر الزمان ومازال عاطي يعطي. فهنيئا لنا بالهوية ديالنا وبوطننا وبقنصليتنا وبتا مغربية ديالنا. الله يحفظ ملكنا ويحفظ الأسرة العلوية الشريفة. كونوا فخورين لأنكم مغاربة.